السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو اليوم مخصص للناس اللي كينزلوا السيت وما كيلقاوهاش. مثلا نزلتي السيت كتدخل من اور كتبغي تعزل، كتقلب على السيت ما كتلقاهش. تبع معايا. اول حاجه خصو يكون عندك هاد التطبيق هذا الزرجيف، هذا ضروري هذا باش تفك الضغط على الملفات اللي كتنزل، لان بعض الملفات كينزلوا مضغوطين. ندخلوا التطبيق. اول حاجه اذا جبتي الرابط للسيت من اليوتيوب وتيليشارجيتي السيت كيجي معاك من هذا الملف هذا داونلود. كتنزل السيت كيجي معاك من هذا الملف هذا هنا، هنا كيكون معاك السيت. اما اذا نزلتي السيت من تيليجرام ولا في واتساب، يعني يصرف لك شي واحد السيت في الواتساب، السيت كيمشي للملف هذا الواتساب، فهمتيني؟ يعني ما كيجيش هذا الملف هذا الداونلود هذا ما كيجيش الليل. واش فهمتوني؟ اي ملف نزلتيه منه كيمشي ليلو، مثلا واتساب ولا المهم اي تطبيق نزلتي منه السيت كيمشي ليلو. المهم انا قلت لكم اول حاجه نزلتي جبتي الرابط من اليوتيوب ونزلتيه كيجي معكم من هذا التطبيق من هذا الملف هذا. في حال اللي نزلتي من التليجرام، يعني الحل اللي ساهل نزلتي السيت من التليجرام يعني بلا ما تبقى تفتش على الروابط، كيجي معاك من هذا الملف تليجرام هو هذا. السيت فين هو؟ يعني هذا انا نزلته من تيليجرام كيجي الملف تيليجرام. اما صرد لك شي حد مثلا شي صاحبك ولا المهم شي صديق ليك صرد لك مثلا السيت في الواتساب، كتجي كتفتش على الملف في الواتساب. هو فين هو. اذا تلف عليك ما لقيتيش مثلا السيت كتجينا هاد الميديا، انا جميع الملفات بالواتساب، يعني مثلا الصور الاوديوات الفيديوهات اي حاجه، يعني اي حاجه متعلقه بالواتساب ولا شي حد صرد لك كتجينا هاد الملفات هادو.